في بوست مرعب في جروب ما نزل، مكتوب فيه إيه البوست ده؟ ازاي تعرفي ست البيت اللي انت دخلتيه نظيفة ولا لأ؟ وبصراحة الكومنتات اللي كانت مكتوبة مرعبة جدا، بس في نفس الوقت تخليكي تعرفي ازاي ما تتعامليش مع الناس المهزأة دي، ولا انك ابدا تدخليها بيتك اصلا. الكومنتات كانت اللي تقولك انا بشوف الجاروف بتاعها، واللي تقولك ببص في النجفة، واللي تقول ببص فوق الدولاب، واللي تقول ببص في اركان البيت، واللي تقول ببص في التويلت بتاعها. ايه الجراءة والبجاحة دي؟ جبتوا الحق منين انكم لما تدخلوا بيت حد تبقوا عينيكوا كده زي الصقر؟ اعوذ بالله من الاشكال دي، ربنا يبعدهم عنا. المرعب بجد ان الناس دي لا تفقه شيء في الادب ولا في دين ولا في اخلاق ولا اي حاجة ابدا. هل انت عارفة اللي انت رحت لها دي هي ظروفها ايه؟ بيجي علينا وقت كلنا بلا استثناء بيكون في وقت انت مش قادرة تعملي حاجة، انت تعبانة، انت مودك وحش، انت مكتئبة، انت اصلا مشغولة جامد جدا. انت عارفة انت رحت لها في انهي وقت؟ اكيد مش عارفة. ليه تحكمي على حد وتروحي تتكلمي عليه وتقولي هو مش نظيف اصلا، وحكمتي على شكله العام لمجرد وقت انت رحتي فيه؟ خلي بالكم، كل واحدة كتبت كومنت بالطريقة دي عايزة اقولك انت انسانة مريضة. عيب يا جماعة، ما تضمنوش نفسكم. حتى لو كنتي ما شاء الله اللهم بارك 24 ساعة في 24 ساعة بيتك بيبرق، ما تضمنيش انت ممكن تبقي في ايه وتوصلي لايه. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ادعوا دايما ربنا يديم علينا لساننا الطيب اللي بيقول الكلمة الطيبة، ويديم علينا الصحة اللي تخلينا طول الوقت نقدر نعمل كل حاجة. بس خلاص.